مجتهد Online Academy. السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في حلقه جديده من السلسله ديالنا، سلسله دروس ثالثه اعدادي. اذا ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نكملوا الشرح ديال الدرس ديال لي غاسين كاري. اذا درنا فيه ثلاثه ديال الاجزاء. في الجزء الاول شفنا لا نوسيون دو غاسين كاري، تعرفنا على الغاسين كاري، كيفاش نحسبوا الغاسين كاري، كيفاش نحيدوا الغاسين كاري في واحد المقام، وشفنا المحور الثاني اللي طرقنا فيه لي غاسين كاري et les opérations، يعني الجذر المربع والعمليات. في هذا المحور هذا ان شاء الله غادي نشوفوا comment résoudre l'équation du forme x au carré égale a، كيفاش نحل واحد المعادله على شكل x au carré égale a. اذا من هنا الا ما شفتيش الا ما تفرجتيش في الفيديوهات ولا في الاجزاء اللي قبل، سير تفرج فيهم، عاد جيش تفرج في هذا الفيديو هذه باش يكون عندك الفهم متكامل. اذا قبل ما نبداو الشرح ديالنا، الا كيعجبكم المحتوى ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا اعجاب وتبارطاجيو المحتوى مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. اذا بلا ما نطولوا في هذه المقدمه هذه، ندوزو نبداو الشرح ديالنا. اذا باش نحل واحد ليكواسيون على شكل اكس او كاري ايغال ا، عندي ثلاثه ديال الحالات. اذا الحاله الاولى الا كان ا كبر من صفر، الوغ ليكواسيون ا دو سوليسيون، عندها جوج ديال الحلول. اذا كان ا كبر من صفر يعني المعادله ديالي عندها جوج ديال الحلول، جذر ا وناقص جذر ا. إلا كان أ يساوي صفر فالمعادلة ديالي عندها واحد الحل اللي هو زيرو. إلا كان أ صغر من صفر فالمعادلة ديالي ما عندهاش الحل. إذا نشوفوا هذا الشيء هذا، وإذا قلنا الحالة الأولى إلا كان أ صغر من صفر، والحالة الثانية أ كيساوي صفر، والحالة الثالثة أ كبر من صفر. بالنسبة للحالة الأولى هي فاش يكون عندي ليكواسيون نا با دو سوليسيون. إلا عندي أ صغر من صفر ليكواسيون ديالي نا با دو سوليسيون، ما عندهاش الحل. إلا عندي أ كيساوي صفر فليكواسيون أ اون سوليسيون اونيك إيكالا زيرو. إلا عندي أ كتساوي صفر فالمعادلة ديالي عندها واحد الحل اللي هو زيرو. في الحالة الثالثة فاش كيكون عندي أ كبر من صفر، ليكواسيون كيكون عندها جوج ديال الحلول، جذر أ وناقص جذر أ. إذا نبداو مع الحالة الأولى ونشوفوا دي زيكزامبل. إذا عندنا في المثال الأول x au carré égale moins 8. إذا هنايا شنو هو moins 8. شنو تيبان لكم في moins 8؟ inférieur au 0، صغر من صفر. دونك نطبقوا القاعدة ديالنا، ليكواسيون نا با سوليسيون. علاش؟ لأن أ اللي هو في هذه الحالة هذه ناقص 8 صغر من صفر. إذا هذه المعادلة ما عندهاش الحل. ما كاينش شي عدد اللي غادي ندير ليه او كاري ويعطيني نومبر نيجاتيف، عدد سالب. دوزو نشوفوا المثال الثاني. عندي 3x او كاري بلس 15 ايكال 3. 15 نديوها للطرف الاخر تولي موان 15. الوغ 3x او كاري ايكال 3 موان 15، سيتادير 3x او كاري 3 موان 15 ايكال موان 12 ناقص 12، سيتادير x au carré 3 تمشي للطرف الاخر تولي ديفيزي par 3، c'est-à-dire x au carré égale moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3 égale moins 4. Donc x au carré égale moins 4. إذا شنو كيبان لكم هنايا؟ x au carré égale moins 4. إذا هنايا هو moins 4. إذا moins 4 inférieur à 0، صغر من صفر. alors l'équation n'a pas de solution. إذا دائما إلا عندي أ صغر من صفر فالمعادلة ما عندهاش الحل. مزيان. ندوزو الحالة الثانية فاش كيكون عندي أ إيكالا زيرو. نشوفو إكزومبل الأول، x au carré égale 0. donc la solution de cette équation est 0. إذا فاش كيكون عندي أ هنايا في هذه الحالة شنو هو زيرو. إذا دائما فاش كيكون عندي أ إيكالا زيرو عندها واحد الحل اللي هو زيرو نيت. شوفوا المثال الثاني، x au carré plus 2 égale 2. plus 2 تمشي للطرف الاخر تولي x au carré égale 2 moins 2، يعني غتعطيني x au carré égale 0. لأنك في هذه الحالات حتى هي a égale 0. donc la solution de cette équation est 0. يعني الحل الوحيد ديال العدد باش تعوض x ويعطيك
0 هو 0 لأن 0 أو كاري إيكالا 0. إذا ندوزو نشوفو واحد المثال واحد آخر. 2 فوا إكس أو كاري موان 1 إيكالا موان 2. إذا غادي نديفلوبي هنايا 2 غتعطيني 2 إكس أو كاري موان 2 لأن 2 فوا إكس أو كاري و 2 فوا موان 1. موان 2 غتمشي للطرف الآخر غتولي بلس 2 سيتادير 2 إكس أو كاري إيكالا موان 2 بلس 2. Alors moins 2 plus 2 égale à 0. 2x égale à 0, ça veut dire que x au carré égale à 0. لأن 2 fois 2 إلا دينا الطرف الآخر تولي divisé par 2 غتولي 0 sur 2 اللي يعني 0. إذا نفس الشيء في هذه الحالة تاهي عندي x au carré égale à 0. Alors la solution de cette équation est 0. يعني الحل الوحيد ديال هذه المعادلة هذه هو 0. ندوزو نشوفو الحالة الأخيرة هي فاش يكون عندي a supérieur à 0. في هذه الحالة هذه المعادلة كيكون عندها جوج ديال الحلول غاسين a و موان غاسين a. نشوفو هذا المثال الأول x au carré égale 11. إذا شنو كيبان لكم هنايا؟ alors 11 supérieur à 0 يعني كبر من صفر. إذا القاعدة ديالي ليكواسيون عندها جوج ديال الحلول غاسين ا و موان غاسين ا. وفي هذه الحالة هذه ا شناهي؟ هي 11. ديال الحلول هما جذر 11 وناقص جذر 11. دونك ليكواسيون ا دو سوليسيون غاسين 11 و موان غاسين 11. نشوفو مثال آخر باش نفهمو مزيان. 2x au carré égale à 6. C'est-à-dire alors 2 غتمشي للطرف الآخر غتولي divisé par لأن 2 فوا تمشي للطرف الآخر غتولي divisé par. alors x au carré égale à 6 sur 2. 6 مقسومة على جوج هي 3. donc x au carré égale à 3. alors هنايا 3 شنو كيبان لكم؟ 3 supérieur à 0 كبر من صفر nombre positif. alors l'équation a deux solutions جذر a وناقص جذر a و a في هذه الحالة هذه هو 3. إذا لي سوليسيون ديال هذه المعادلة ديالنا اللي هي 2x au carré moins 6 هي جذر 3 وناقص جذر 3. ندوزو نشوفو آخر مثال باش نفهمو مزيان. عندنا هاد ليكواسيون هادي 4x au carré moins 1 égale à 15. alors moins 1 تمشي للطرف الآخر غتولي plus 1 c'est-à-dire 4x au carré égale à 15 plus 1 c'est-à-dire 4x au carré égale à 16. 15 زائد 1 هي 16. 4 fois x au carré 4 غتمشي للطرف الآخر غتولي divisé par c'est-à-dire x au carré égale à 16 sur 4. 16 مقسومة على 4 هي 4. donc x au carré égale à 4. شنو كيبان لكم هنايا؟ x au carré égale à 4. 4 supérieur à 0 كبر من صفر. donc l'équation a deux solutions racine 4 et moins racine 4. racine 4 هي racine 2 au carré مشى au carré مع الغاسين تبقى لينا 2 او moins racine 4 هي moins racine 2 au carré مشى au carré مع الغاسين تبقى ليا moins 2. وهكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية هاد لا فيديو هادي اللي شرحنا فيها المحور الثالث ديال الدرس ديال لي غاسين كاري. ما تنساش الا بغيتي يكون عندك فهم متكامل خاصك تكون تفرجتي في الاجزاء بثلاثه وبالترتيب. دابا وقت الخدمه خذ ستيلو وورقه وحاول تخدم هاد التمارين هادو كاملين. الا ما فهمتيش شي حاجه رجع عاود الفيديو وحاول تجاوب على التمارين. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو التصحيح ديالهم. كذلك هاد الشرح هذا كامل مكتوب مع هاد السلسله هذه ديال التمارين غادي نخليها لكم على شكل PDF في الوصف باش تحملوها وتراجعوا على راحتكم. الا كيعجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش تدعموها بلايك واشتراك في القناه مجتهد مات باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا باي سؤال او تعليق خليوه لينا تحت الفيديو. نشوفكم في الفيديو الجاي اللي غادي نبداو فيه التصحيح ديال هاد السلسله هذه ديال التمارين اللي غادي نصحوها ان شاء الله. السلام عليكم.